افضل سكن تقعد فيه هنا في تركيا كطالب. طيب امتى اقدر اقعد في السكن الطلابي الحكومي هنا في تركيا؟ تقدر على 330 ليره برضو ايجار وفواتير وسكن وكل حاجه، لكن مش الدوله التركيه بتدفع مكانهم من سعر السكن ما يعادل 50% الى 60%. طيب لو جينا لاسعار الشقق هنا في تركيا، فانت السكن الطلابي الخاص، انا بكلمك زي اخويا فاهم، فانا عايز مصلحتك وريح نفسك وريحنا انا برضو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والفيديو النهارده هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا الكل بيسأل عنه والكل مستنيه، وهو السكنات في تركيا. قبل ما نبدأ الفيديو حاولوا توصلونا 1000 مشترك، لان قربنا نوصل 1000 مشترك، وتحطوا لايك للفيديو لو اعجبكم، وكمان تكتبوا لي في التعليقات ارائكم في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها والحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في الفيديوهات الجايه. وكمان حاولوا تشيروا الفيديو مع اصحابكم اللي بيفكروا يسافروا تركيا عشان تساعدوهم توصلوا لهم المعلومات عن تركيا. طيب السكنات هنا في تركيا، اول حاجه نبدا بيها وهي افضل سكن تقعد فيه هنا في تركيا كطالب. وافضل سكن تقعد فيه هنا في تركيا كطالب من حيث السعر ومن حيث المميزات ومن حيث اللغه التركيه، وهو السكن الطلابي الحكومي التركي. لكن مع الاسف السكن الطلابي الحكومي هنا مش كل المدن بتوفره، لان ده بيعتمد على حاجات كتير جدا من ضمنها وهو عدد الطلاب في المدينه اللي انت مقبول فيها في الجامعه اللي فيها المدينه دي. لان لو عدد الطلاب كبير والسكن صغير، فبالتالي الاولويه الاولى بتكون للاتراك، بعدين بيجوا بعدهم الاجانب. فلو السكن ممتلئ من الاتراك ومفيش اصلا مكان لبقيه الاتراك مستنيين بالدور بعد الاتراك اللي بعديهم اللي قاعدين في السكن، فبالتالي فرصه قبول الاجانب في السكن الحكومي بتكون قليلة جدا. فعشان كده قبولك في السكن الحكومي هنا في تركيا بيختلف باختلاف المدينة. ممكن صحابك في مدينة تانية يكونوا قاعدين في سكن حكومي، وممكن انت في المدينة اللي انت فيها مع الأسف ما تقدرش تقعد في سكن حكومي، وده لأن السكن الحكومي عندك في المدينة ممتلئ، وكمان ما فيش مكان للأتراك أصلا، ومستنين كمان بالدور، فبالتالي انت مستحيل تقدر تدخل السكن الحكومي ده. طيب امتى اقدر اقعد في السكن الطلابي الحكومي هنا في تركيا؟ تقدر تقعد في حالتين. اول حالة وهي ان انت عندك ستاج اللي هو العمل التدريبي في الصيف، او ان انت عندك تومر. لو انت عندك تومر والاجازة دخلت عليك وانت لسه بتدرس تومر، فبالتالي السكنات الحكومية هنا بتكون فاضية، لكن بتفتح بعض السكنات هنا في تركيا في مرحلة الصيف، فبالتالي بتقدر تقعد هناك كمسافر اللي هو كضيف في خلال مرحلة الصيف اللي انت بتدرس فيها اللغة التركية. او لو انت بتعمل عمل تدريبي من الجامعة بتاعتك، فبالتالي برضه تقدر تقعد في السكن الحكومي في المكان اللي انت بتعمل فيه العمل التدريبي المكلف به من الجامعة بتاعتك. في الحالتين دول تقعد في السكن الحكومي بكل سهوله وبكل بساطه، مفيش اي مشكله خالص. او لو انت برضو، ودي الحاله الثالثه المنفرده، وهي ان انت في مدينه ما فيهاش عدد طلاب كبير وفي مكان في السكن الطلابي الحكومي، فتقدر تقعد في السكن الطلابي الحكومي. ومميزات السكن الطلابي الحكومي طبعا السعر رخيص تماما، السعر بيكون 330 ليرة تركية في الشهر، دي شاملة الفواتير والأكل والشرب والنظافة وكل حاجة وخدمات في السكن، وكمان صالات ألعاب وصالات رياضية. أنا رحت وقعدت في السكن الحكومي في مرحلة الصيف، لأن كان وقتها الدراسة أونلاين، فكان الطلاب ما حدش موجود منهم في الجامعة اللي أنا فيها وفي المدينة أصلا، فكان السكن فاضي وكان فاتح في مرحلة الصيف، فرحت قعدت في السكن الحكومي وكان ممتاز وقمة في الروعة. هحط لكم صورة من الأكل بتاع السكن هنا في الفيديو، وكمان لو هشوف لو عندي شويه فيديوهات من السكن ده برضو هحطها لكم في الفيديو ده. السكن الحكومي سكن مميز. لو انت في المدينه اللي انت فيها في مكان في السكن الحكومي، انصحك تروح على طول السكن الحكومي تقعد فيه. طيب لو انت لسه بتدرس لغه تركيه، مع الاسف لو انت لسه في مرحله اللغه التركيه اللي هي السنه التحضيريه، مش هتقدر تقعد في السكن الحكومي، لان لازم يكون القيد بتاعك مفعل في الجامعه، لان مرحله السنه التحضيريه القيد ما بيكونش مفعل، فعشان تقعد لازم يكون القيد بتاعك مفعل، فانت هتقعد في السكن الحكومي ده كضيف
فقط، فبالتالي هتدفع 330 ليرة برضو إيجار وفواتير وسكن وكل حاجة، لكن مش هتقدر تستفيد من الأكل اللي بيقدم في السكن الحكومي مجانا. طيب، تاني سكن على طول بعد السكن الحكومي في الأفضلية وهو السكن الطلابي الخاص. السكن الطلابي الخاص برضو بيكون سعره مرتفع إلى حد ما، مش زي السكن الحكومي طبعا. زي ما احنا قلنا السكن الحكومي 330 ليرة في الشهر شامل الأكل والشرب والنظافة والفواتير والإيجار وكل حاجة. سكن الطلابي الخاص شامل نفس المميزات دي كلها برضو، لكن السعر بتاعه السنة اللي احنا فيها دي دلوقتي 5500 ليرة تركية. ملحوظة مهمة جدا، سعر ال 5500 ليرة للسكنات الطلابية الخاصة هنا في تركيا ده للطلاب اللي هم هيدرسوا سنة تحضيرية فقط. لكن الطلاب اللي عندهم قيد مفعل في الجامعة بعد السنة التحضيرية الدولة التركية بتدفع مكانهم من سعر السكن الطلابي الخاص ما يعادل 50% إلى 60% من سعر السكن الخاص. يعني لو سعر السكن السنة دي 5000 ليرة تركية، فالدولة بتدفع 3000 ليرة تركية إلى 3500 ليرة، فالطالب بيقع عليه بس 1500 ليرة. وسعر الدفع اللي بتدفعه الدولة التركية للطالب ده بيختلف باختلاف الغرفة اللي انت هتقعد فيها. يعني لو انت مثلا هتقعد في أوضة فردية فالدولة مثلا هتدفع لك ممكن 50%. لو انت هتقعد في أوضة مثلا رباعية أو ثلاثية أو خماسية فالدولة هتدفع لك 60% من سعر السكن الطلابي الخاص. طيب، عشان حد برضو ممكن يسألني يقول لي هي الدولة بترجع لك الفلوس ازاي؟ انت بتدفع لليورت 5000 اللي هو السكن الطلابي الخاص 5000 ليرة تركية. السنة دي على فكرة سعر السكنات الخاصة عندنا 5000 ليرة تركية مش 5500، معلش. لكن السنة الجاية ممكن الأسعار تزيد طبعا، لكن السعر اللي بتدفعه الدولة التركية ليك انت ده ثابت. الدولة التركية بتدفع لك المبلغ ده ازاي؟ بعد ما انت بتدفع ال 5000 ليرة تركية للسكن الطلابي الخاص، الدولة بترجع لك المبلغ على حسابك البنكي كل شهر في وقت معين. مميزات السكن الطلابي الخاص بيقدم لك رحلات برضو شهرية مثلا لمدن مختلفة، بيقدم لك أكل وبيقدم لك شرب وبيقدم لك سكن وبيقدم لك نظافة وبيقدم لك فواتيرك وكل حاجة انت بتكون شاملة المبلغ ده، ما بتدفعش أي حاجة تانية. مميزات السكن الحكومي والسكن الطلابي الخاص وهي ممارستك للغة التركية مع الأتراك، لأن طول ما أنت قاعد في السكن الطلابي الخاص أو الحكومي أنت دايما مع الأتراك بتتكلم معاهم، فبتمارس اللغة دايما. ودي الطريقة اللي أنا اتعلمت بيها اللغة التركية، إن أنا كنت بقعد في بداية سنيني هنا في تركيا في السكنات الطلابية الخاصة لحد ما اتمكنت من اللغة التركية وتعلمتها، وبعدين طلعت أقعد في شقة. طيب، لو جينا لأسعار الشقة هنا في تركيا، فأنت لو هتتأجر شقة فيها غرفة وصالون ومطبخ وحمام فالشقة دي هتكلفك 4000 ليرة تركية. لو تأجر شقة في أوضتين وصالون ومطبخ وحمام هتكلفك في حدود من 6000 ل 8000 ليرة تركية. الأسعار دي كلها بره اسطنبول. الأسعار في اسطنبول مرحلة تانية خالص، يعني أنت بتخش في ال 12 وال 16 ألف ليرة تركية في الشهر. فعشان كده أفضل حاجة أقعد فيها وهي السكن الطلابي الخاص. أفضل حاجة أقعد فيها، بكرر تاني أهو، أقعد فيها السكن الطلابي الخاص. أنا بكلمك زي أخويا، فاهم؟ فأنا عايز مصلحتك، فأقعد في السكن الخاص وريح نفسك وريحنا انا برضو وريح اهلك وريح وريح الدنيا كلها. السكن الخاص برضو يعني بيكون ليه مواعيد دخول ومواعيد خروج وبيساعدك على ان انت تذاكر كويس جدا. وبص يعني حاجات مميزات كتير جدا جدا بصراحه. انا مجرب السكن الخاص ومجرب السكن الحكومي ومجرب السكن اللي هو في شقه وكده، ومجرب كل السكنات هنا في تركيا. افضل حاجه تقعد فيها السكن الطلابي الخاص بعد السكن الطلابي الحكومي لو مش هتلاقيه متوفر ومتاح. في حاجه تانية خالص مختلفه عن السكن الطلابي الخاص والسكن الطلابي الحكومي وايجارات الشقق هنا في تركيا، وهي حاجه اسمها السكن الديني هنا في تركيا. السكن الديني ده بيكون له علاقه بالاوقاف هنا في تركيا، وكمان بيكون متدين اكتر بكتير جدا، ونسبه ان انت تقعد فيه دي نسبه كبيره جدا اصلا، لان مش كل الطلاب يقعدوا فيه، وكمان بيحتاجوا طلاب اصلا عشان يمثلوهم قدام المنظمات الخيريه والمنظمات بتاعه التبرعات. فعشان كده ان انت تقعد في السكن الديني ده حاجه كويسه، يعني حاجه مش كويسه قصدي انها كويسه، لا حاجه بسيطه ان انت تقعد بسهوله يعني. لكن هل هي كويسه او وحشه انت اللي ممكن تقرر بعد ما انا هقول لك عن مميزات وعيوب السكن الديني. يعني انا ما قعدتش في السكن الديني عشان اقول لك عيوبه او مميزاته، لكن هقول لك على لمحه كده عن السكن الديني. السكن الديني هو سكن بتصلي فيه الصلوات الخمس، واحيانا بتجبر على الصلوات الخمس. وفي بعض اصدقائي كنت بتكلم معاهم كانوا بيجبروهم، وكمان بيستأذنوا منهم، بيحاولوا يستأذنوا انه معاهم دروس ومعاهم مذاكره ومعاهم مثلا محاضرات وكده. احيانا كانوا بيكتبوهم غياب، واحيانا كانوا معرفش يكلموهم وكده، وبيجبروهم على حضور الدروس بعد صلاة الفجر واللي هي حلقات الصوفيين والحاجات دي كلها.
ده كله في السكن الديني. لو جيت للاكل بتاعهم، الاكل بتاع السكن الديني بصراحه من اجمل الاكلات في السكنات دي كلها، لان هم الاكل بتاعهم يعتبر جاي من اللي هو المنظمات الخيريه والتبرعات وكده، فهم تلاقي عندهم كل يوم لحمه اصلا وفراخ وحاجات زي كده. فالاكل بتاعهم، انا واحد صاحبي عزمنا قبل كده في رمضان على الاكل بتاعهم، اكلهم كويس جدا جدا يعني بصراحه. بص، لو انت ما عندكش مشكله في الدين، لو انت ما عندكش مشكله ان انت تقعد تحفظ قران وتقعد تصلي وتذاكر وتحضر حلقات القران معاهم وكده، وفي المقابل هتدفع في السنه 3000 ليره مثلا، في السنه كلها 3000 ليره مثلا او 4000 ليره مثلا، اقعد مفيش اي مشكله. يعني لو انت مثلا ما عندكش مشكله مع ان حد يجبرك في الدين، فاهم انت الفكره؟ عشان تكون بس الصوره واضحه، اقعد في السكن الديني، يعني هتلاقيه مثلا كويس، وليه برضو ساعات دخول وخروج، وهتلاقيه برضو مميز يعني، وفيه مميزات. يعني هو بيكون حتى شامل كل حاجه، اصلا انت ما بتدفعش اي حاجه خالص، تدفع 3000 ممكن. يعني بعض اصحابي اصلا ما بيدفعوش خالص في السكن الديني، فاهم انت الفكره؟ فده برضو اللي هو السكن الديني. طبعا عشان ما يكونش فيه اعلان لاي سكن او كده، او ان انا ما اتحملش مسؤوليه سكن معين بعينه، انا مش هقدر اقول لكم عن اسماء السكنات الخاصه هنا في تركيا او اسماء السكنات الدينيه هنا في تركيا، عشان ما يكونش اعلان او تفضيل ليهم، عشان ما فيش طالب مثلا يروح يتفرج على الفيديو ده فيروح للسكن اللي انا ذكرته في الفيديو ويقعد فيه، وممكن يواجه حاجات وحشه، فيبقى انا السبب في الموضوع ده، وانا اللي قلت له ان هو يروح في السكن ده. فعشان كده انا في الفيديو ده بتكلم بشكل عام عن السكنات كلها، ما بذكرش سكن خاص باسمه او بعينه. فدي السكنات كلها اللي في تركيا. السكن الديني من الاخر خالص، السكن الديني، ايجارات الشقق، السكن الطلابي الخاص، السكن الطلابي الحكومي. افضلهم السكن الطلابي الحكومي، بعديهم السكن الطلابي الخاص. ده افضل سكنين. وانصحكم دايما، لو انت مش هتلاقي، بكررها تاني، لو انت مش هتلاقي مكان في السكن الحكومي، روح السكن الطلابي الخاص. واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، واكتبوا لي في التعليقات الفيديوهات اللي انتوا عايزين تشوفوها الفتره الجايه من تركيا. وكمان شيروا الفيديو مع اصحابكم اللي بيفكروا يسافروا تركيا، عشان تفيدوهم وتوصلوا لهم معلومه ممكن تغير مستقبلهم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.